لا تمتلك من حطام الدنيا إلا بقايا بيت وطفلين تركهم لها زوجها المتوفى منذ أكثر من عام ونصف، وماكنة للخياطة تخيط بها ما تيسر من ملابس الجيران وأهالي القرية، لتحصل في المقابل على عدد قليل من الشواقل تعيل بها أبنائها. هكذا يبدو حال أم فيصل، تلك السيدة التي تعيش في قرية فرخة الواقعة جنوب غرب مدينة سلفيت، بعد أن رحل زوجها عن بلده الأصل دور القرع في الشمال من مدينة رام الله، تاركا وراءه كل ما يملك لأولاده من زوجاته السابقات. زوجي كان خدته كبير في العمر، وهو كان عمره 74 سنة، يعني كانت حالته ضعيفة يعني معدته كانت خفيفة. هو كان يشتغل فلاح، يعني يشتغل في الأرض، يعني حدا يشغل الناس مثلا يشتغل عند حدا، يبحش، يحرث، هذول الأشياء. كان بزيتون، كان بشجر، هذا الشغل كان. يعني كان مصروف على الأخير عنا، يعني أول بأول. يعني كان يدنا عنا في المدرس 5000 شيكل، أكثر من 5000 شيكل كان ما يدنا عليه هو جاي لما توفى. أطفال يعني بحاجة لهاي أشياء، بحاجة لأشياء في البيت، أشياء لبس، أشياء أكل، أشياء شرب، أشياء خارجية، أشياء يعني لعب. فأنا يعني بطلب من كل فاعل خير إنه يعني بقدر مثلا يساعدنا في هذه الأشياء، أساس نعيش زيهم زي أولادهم في البيت، زي كل أي والد يعني بتمنى، أو أي أم بتتمنى تشوف ولادها سعداء. لم يسعف القدر أم فيصل التي توفي زوجها بشكل مفاجئ بعد عودته من فلاحة أرض لم تكن ملكا له، تاركا الأم وحدها تصارع الفقر والعوز لتوفر لطفليها لقمة يسدان فيها جوعهم، حتى استطاعت الصمود إلى الآن، ولكن إلى متى؟ هي بتتمنى انه يتوفر عندها اشياء ببيتها، عايشه على الصدقات من الناس، عزت نفسها بتسمح لهاش انها هي تطلب الاشي اللي بتحتاجه او بيطلبوه اولادها، بس هذا الحكي ما بيمنع انه يكون في ناس يوفروا لها على الاقل في نهايه الشهر مصدر دخل ولو بسيط بكفاله معينه للاطفال، لانهم بالمدارس، وكونهم بالمدارس احتياجات كثير، كل ما يكبروا الاطفال بيكونوا محتاجين اكثر. البيت اللي ساكن فيه صح بيسوي شيء، بس البيت مش كامل، يعني بده عتاد، بده نجله، ما في مطبخ اللي اعرف اشتغل فيه، ما في اشياء اضب فيه اغراضي. انا حاطهم في خزائن خربانات، بتعمل البرغي بفلت البيت، ما في شيء. الصحون اللي عندي مش عارفه انا احطهم برا، محطوطات في خزائن مفتوحه. بعدين في عندي مجاري، هذا طبعا بدهم يعني تصليح. المي من المطر بتفوت جوا في البيت. يعني هلا احنا قاعدين تحت الصدقات، يعني صدقات في رمضان، حدا بتصدق، حدا بيكفل، هذول الاشياء هيك. صرخت بأعلى صوتي كي تسمعني أم فيصل، لكنها كانت تدرك تماما ماذا ستقول، فالحديث عن المأساة والألم لا يحتاج إلى سؤال. أم فيصل لا تسمع جيدا، فهي بحاجة إلى سماعة أذن كي تستطيع أن تسمع صوتي، لكنكم تسمعونها جيدا حين تقول: أصبحنا نعيش على هبات المحسنين وما تجود به أيدي الخيرين والميسورين. أرجوكم أعيدوا البسمة إلى شفاهنا والفرحة إلى قلوبنا التي تلونت بالآهات وعاشت مرارة الحرمان. لزمن بريس، معزوز موسى.